Victory is not a word strong enough for such a scene. النصر ليست كلمة كافية لوصف هذا المشهد. الأدميرال هوراشو نيلسون من رسائل نيلسون في معركة النيل. الكلمة دي نيلسون كتبها بإيده، مش في مذكرات عادية، لكن في وثيقة رسمية من أهم ما كتب عن معركة النيل. الوثيقة بتحكي لحظة النار والبارود، لحظة انكسرت فيها سفن وتغير فيها ميزان القوة، لحظة قال عنها نيلسون النصر كلمة مش كفاية توصف اللي شفته. ايه اللي حصل في الخليج؟ ازاي اسطول كامل اتفكك في ساعات؟ وازاي اللحظة دي كانت بداية النهاية للحملة الفرنسية كلها قبل حتى ما تبدأ؟ كل ده هتعرفه لما تكمل الفيديو للآخر. بس قبل ما نغوص جوه الأعماق وخليني أخدك لأول خطوة في الحكاية. اتخيل كده معايا إن أسطول فرنسي ضخم بيشق البحر ناحية الإسكندرية، مش بس جيش، ده جيش ومعاه علماء ورسامين ومهندسين، بعثة كاملة جاية على أمل تبني إمبراطورية لفرنسا. لكن قبل حتى ما يشوفوا شمس القاهرة كان قدرهم مكتوب على المية، قدر مصري هيقلب أوروبا على بعضها. لو البداية دي شدت انتباهك يا ريت تدوس لايك واعمل شير وسبسكرايب. نغوص مع بعض في واحدة من أقوى وأغرب فصول تاريخ مصر. ليه فرنسا حطت عينيها على مصر؟ لأن أوروبا وقتها كانت مولعة، كان في صراع نفوذ في كل الاتجاهات. فرنسا شايفة إن مصر مش مجرد بلد، دي بوابة الشرق، ولو سيطرت عليها هتضرب التجارة البريطانية عن طريق قطع طرق الهند وتغير ميزان القوة كله. الخطة الفرنسية كانت مش مجرد غزو، كانت غزو عسكري وبعثة علمية وإصلاحات وإنشاء مستعمرة حديثة. مؤرخين كتير وصفوها إنها محاولة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط كله تحت العلم الفرنسي. في صيف 1798 الأسطول الفرنسي ظهر قدام شواطئ الإسكندرية فجأة، خبر زي الصعقة. الفرنسيين دخلوا المدينة وبعدها اتحركوا بسرعة للنيل، وفي طريقهم للقاهرة انتصروا في شبرخيت، وبعدها في معركة إمبابة ضد المماليك، وبعدين القاهرة وقعت والعلم الفرنسي اترفع. شكلها كانت بداية الحلم الفرنسي، بس الحقيقة يا صديقي إنها كانت بداية النهاية. الفرنسيين لما دخلوا ما دخلهاش جيش عادي، دخل جيش شايل معاه 40 عالم و200 مهندس ومطابع حديثة ورسامين ومساحين، وكأنهم داخلين يفتحوا جامعة مش بلد. نابليون بدأ يلعب لعبته الذكية، بيعلن في منشوراته إن فرنسا أصدقاء المسلمين وإنهم جايين ينقذوا مصر من ظلم المماليك، وبدأ يوزع منشورات بالعربي. ولأول مرة في التاريخ الاحتلال الأوروبي إنهم جابوا مطبعتين، مطبعة بالفرنسي وواحدة بالعربي. المطبعة العربية بدأت تطبع منشورات عن العدل والحرية وحقوق المصريين وحقوق الإنسان، ولكن المصريين كانوا فاهمين اللعبة كويس، وبيقولوا لبعض هو في جيش غازي جاي يجيب معاه مطبعة. والغريب يا صديقي إنهم كانوا بيكتبوا عن الزراعة وعن الاقتصاد وعن الأحوال القاهرة ومقالات فلسفية عن تنوير الشرق، وكان هدفهم إنهم يبينوا للعالم إن احتلالهم لمصر كان حضاري. بعثة العلماء اللي جت مع الحملة كانت أكبر بعثة علمية تدخل الشرق الأوسط في القرن الثمنتاشر. كانوا بيدرسوا كل شيء، النيل، المحاصيل الزراعية، الآثار الفراعنة. كانوا بيدخلوا الأسواق يرسموا ويدخلوا الأهرامات يقيسوا ويقعدوا جنب الفلاحين ويشوفوا الأراضي بتتزرع إزاي. ولما المصريين يسألوا العلماء أنتوا بتعملوا إيه هنا؟ كان رد العلماء ساعتها إن إحنا بنحاول نفهم البلد. ولكن الحقيقة إنهم كانوا بيجهزوا لموسوعة ضخمة اسمها وصف مصر، ديسكريبسيون دي ليجيبت، ودي هنتكلم عنها في فيديو تاني إن شاء الله. ورغم الصورة الجميلة اللي حاولوا يظهروا بيها، الحياة اليومية كانت بتقول غير كده، لأن كان في ضرائب مرهقة. الفرنسيين فرضوا الضرائب على الأسواق والدكاكين والسلع، والفلاحين حتى على بوابات دخول وخروج القاهرة. الناس كانت بتشتكي، ايه ده المماليك ما عملوش كده. كانوا بيعملوا تفتيش مفاجئ، يدخلوا البيوت ويدوروا على سلاح ومقاومين، وكانت حياة صعبة. كانوا بيتدخلوا في تفاصيل صغيرة في حياة الناس، وكان في إهانة للعادات والدين. الفرنسيين ما احترموش قداسة الأزهر ولا اللبس المصري ولا حتى مواعيد الصلاة، وده عمل شرخ كبير بين المحتل وبين الناس، وده أشعل صراع وكلام الناس في الأزهر وفي القهاوي، وبقى يتردد إن دول مش جايين يصلحوا، دول جايين ياخدوا البلد. والاحتقان ده يا صديقي كان الشرارة اللي فجرت ثورة القاهرة. وفي الحقيقة هما ثورتين. ثورة القاهرة الأولى 21 أكتوبر 1798، أول صفعة للحملة، وده دليل إن المصريين ما كانوش ساكتين. ودي كانت الشرارة. بدأت الثورة لما الجنود الفرنسيين اعتدوا على أحد العلماء في الأزهر، والناس اتجمعت والمشاعر انفجرت. الشوارع تحولت لمعارك، الأحياء اشتعلت، وفي ساعات قليلة انتشر القتال في نص القاهرة. الفرنسيين هنا في ورطة. الجنرال دي بوي حاكم القاهرة وقتها اتقال في الهجوم ده يعني ده زلزال الفرنسيين. نابليون نفسه نزل واضطر انه يقود الهجوم على المتمردين. واللي حصل في الثورة ديت ان الفرنسيين اقتحموا الازهر بالمدافع، والجوامع اللي كانت في قلب القاهرة اتحولت لساحة قتال. مشهد ما شافوش التاريخ كتير. الخسائر كانت مقتل حوالي 3000 مصري
ومقتل وجرح نحو 300 فرنسي. ومن هنا بعد الخسائر دي الثورة بدأت تهدى، ولكن النار لسه ما انطفتش. دي كانت البداية يا صديقي، لأن اللي حصل بعد كده في 20 مارس 1800 ثورة القاهرة الثانية، اللي هي تقريبا بعد سنة ونص، الناس كانت تحت ضغط رهيب، ضرائب وقمع وعنف وممارسات مستفزة، فالقاهرة اشتعلت من جديد، والفرنسيين قتلوا واحد من كبار المشايخ بدون سبب. الخبر انتشر والمدينة كلها قررت تقوم. الثورة التانية أعنف من الأولى. المعارك المرة دي كانت أوسع، في الدرب الأحمر والجمالية وباب الخلق، حتى الحسينية والبولاق والأزبكية. مصر من شمالها لجنوبها بقت ميدان للحرب. معركة قلعة الكبش واحدة من أشرس المعارك. حصار الأزبكية، الثوار حاصروا المنطقة اللي فيها مقر الضباط الفرنسيين، وكان كأنه مشهد من مشاهد الحرب الحديثة. والخسائر المرة دي تقريبا كان من 2000 ل 3000 قتلى مصريين، ومن 300 ل 500 قتلى فرنسيين. وطبعا الفرنسيين فهموا الحقيقة المرعبة، إن السيطرة على مصر مستحيلة. الثورتين خلوا جيش كامل يحس إنه محاصر في مدينة معادية. مهما حاولوا يثبتوا وجودهم الناس كانت واقفة ضدهم. خليج أبو قير في الليلة دي كانت أشبه بمرمى نيران مفتوح. الأسطول الفرنسي كان واقف في صف طويل، 13 سفينة خطية وأربع فرقاطات منظمين صفوف، وكان قلب الأسطول هو سفينتهم الأعظم ذا أورينت. سفينة كان طولها يقرب من 70 متر وحوالي 200 مدفع يقدروا يمسحوا أسطول كامل، وكانت أكبر وأقوى سفينة فرنسية في الزمن ده جوه مصر. وفجأة ظهر في الضلمة حوالي 14 سفينة خطية من الأسطول الإنجليزي بقيادة نيلسون. كان كل سفينة إنجليزية كانت مجهزة، وكانت داخلة المعركة كأنها حرب حياة أو موت. مع أول مدفع اشتعل اتحول الخليج لجحيم. النيران ولعت في السفن، والمدافع بتضرب من مسافة قريبة لدرجة إن الدخان كان مغطي البحر كله. الخسائر كانت كارثية على الفرنسيين، أكتر من 1500 قتيل في ساعات قليلة، مقابل حوالي 200 قتيل فقط لا غير من الجانب الإنجليزي. وده بيشرح قد إيه نيلسون كان داخل بخطة قتالية. لكن اللحظة اللي كسرت ظهر الفرنسيين كانت لما اشتعلت النيران في ذا أورينت. السفينة اللي كانت فخر البحرية الفرنسية بتتحول الآن إلى قنبلة عائمة على شاطئ الإسكندرية. انفجار السفينة ديت سمعوه في الإسكندرية نفسها. انفجار هز البحر ومزق نص الأسطول الفرنسي، وفي أقل من ليلة واحدة 6 سفن فرنسية اتدمرت بالكامل، وتأثرت حوالي 7 سفن، والباقي هرب من الخليج كأنه بيهرب من نهاية العالم. المعركة دي ما كانتش مجرد هزيمة، دي كانت القشة التي كسرت حلم نابليون في الشرق الأوسط. كانت البداية الحقيقية لنهاية الحملة الفرنسية كلها. اللحظة دي كانت إعلان موت الحلم الفرنسي قبل حتى ما يبدأ. بعد هزيمة أبو قير فرنسا نفسها بقت عاجزة إنها تبعت الدعم، والمرض زاد والمقاومة زادت، والجيش الفرنسي اتحاصر من كل اتجاه. حتى نابليون نفسه سابهم في 1799، سافر سرا لفرنسا وترك جيشه في مصر. اللي فضل من الحملة الفرنسية كان مجرد جيش بيستنى النهاية، وفي الآخر استسلموا ورجعوا، والحملة الفرنسية فشلت رسميا. الغزو اللي انتهى بفشل سبب أعظم نقلة علمية في دراسة مصر. البعثة الفرنسية رسمت أول خريطة علمية شاملة لمصر، حيث درسوا النيل والبيئة والآثار والزراعة، وكتبوا موسوعة عظيمة. وطبعا الأهم 1799 اكتشاف حجر رشيد، وده المفتاح اللي فهم العالم اللغة المصرية القديمة. يعني الاحتلال فشل، ولكن مصر رجعت للعالم بصوت أعلى. الحملة الفرنسية يا صديقي خرجت من مصر، بس اللي حصل ما خرجش من التاريخ. من أول مدفع اتضرب في الإسكندرية لحد آخر سفينة فرنسية اختفت، كانت مصر بتتغير، والعالم كله كان بيعيد حساباته. حملة بدأت بغزو، ولكن انتهت بحاجة أخطر، بصحوة. أهم لحظة في الحملة مش معركة ولا حصار ولا قرار عسكري، دي كانت لحظة لقى فيها جندي حجر أسود غريب في مدينة رشيد. حجر رشيد، الحجر اللي فتح للعالم الحضارة المصرية القديمة وفض أسرار 7000 سنة كانت سايبة البشرية محتارة. ومن هنا يا صديقي العالم اكتشف مين هم المصريين فعلا، ورجعوا يبصوا لمصر مش كأنها أرض محتلة، ولكن كحضارة أقدم من كل اللي جه يحتلها. الفرنسيين سابوا مطبعة وسابوا علم، بس أهم حاجة سابوها المفتاح اللي فتح التاريخ كله، حجر رشيد. والمصري كان بيفهم حاجة أكبر، إن قوته مش بس في جيشه، ولكن في حضارته وفي وعيه، في إنه شعب مهما وقع بيقوم تاني. ومن بعدها بدأت مصر أول خطوة في طريق نهضتها الحديثة، لأن وجود الغريب على أرضها فكرها إنها بلد بالحجم ده لازم ترجع مكانتها. وعشان كده مصر دايما بلد تتغازي لكن عمرها ما تنكسر.